السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل ايه بالفاكهة الجامدة دي؟ هنعمل سلطة فواكه. تعالوا بينا نشوف. هي مش سلطة فواكه بس هنعمل بقى حاجة خطيرة خطيرة خطيرة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هاتي الفاكهة بقى اللي عندك في التلاجة كلها، حتى لو ايه من كل حاجة حاجتين كده. طبعا احنا مش هنستخدم الكمية دي خالص، استخدم حاجة بسيطة تعمل لي كمية كبيرة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. قطعنا بقى شوية تين على تفاح من البلدي، على منجية واحدة، على نص قطف العنب. قطعناهم تقطيع حلوة، جبنا بولة كده وحطيناهم فيها زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. متنسوش اللايك بقى وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا وجبت هنا بقى المنجية التانية كده، قطعتها في قلب الشفشق، شفشق الخلاط. ما انا قلت لكم سلطة فواكه. طيب طبعا المعلقه اللي انا حطيتها دي معلقه من القشطه وشويه من العسل. عايزه تحطي سكر حطي، بس بالعسل بتبقى خطيره. وربع كوبايه من كريم الشانتيه والغير محلى عشان احنا حاطين عسل، وكوبايه من الحليب او اللبن. ضربتهم في الخلاط. طبعا عايزه تخففي القوام، خففيه باللبن، زودي نص كوبايه لبن كمان. طبعا انا شايفه ان القوام ده كويس جدا. هنعمل بقى احلى. انا قلت لكم في الاول هي مش سلطه فواكه، لا هي سلطة فواكه بس بطريقة خطيرة خطيرة جدا. اللي مش قادرة اقول لكم، مطعمة بطعم خطير 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 جدا جدا جدا. هنقدمها بقى بفولات، في كاسات. طبعا ما تقدميها وخطيرة في ثانية. هنعمل احلى سلطة فواكه بطعم خطير 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 خطير. وبصوا ممكن تعمليها بس بنوعين من الفاكهة، مش شرط تكتري انواع من الفاكهه. يعني مثلا ممكن تعمليها مثلا ايه بمانجا مثلا وعنب، باي حاجه اللي عندك اعملي. ممكن تعمليها بمانجا بس، يعني ممكن تعملي تقطعي المانجا وتعملي المشروب اللي انا عملته في الخلاط وتحطيه بيه، بيبقى طعمه خطير برضو. اللي عندك اعملي بيه. ما شاء الله خطيره خطيره. هتطري على قلبنا كده في الصيف. مش انا قلت لكم بقى نخترع؟ ادام في مانجا كتيره اليومين دول والتين كتير اليومين دول، تعالوا بينا بقى قلنا نعمل ايه الوصفه الخطيره دي. بجد خطيره خطيره، تستاهل بقكم وطعمها من الاخر. ما تنسوش بقى اللايك والكومنتات الجميله بتاعتكم عشان تدعموني. انا بقى انت بنزل لكم يوم ويوم. اللي متابعني ان شاء الله هتشوفوا احلى صيف معانا اليومين دول في جميع الفيديوهات الخطيرة السهلة الممتعة اللي بصوا يعني هتستحبوا ليها من جمالها ومن خطورتها ومن سهوليتها. هنعمل احلى فيديوهات اليومين الجايين دول في الصيف. حاجات ترطب على القلب كده، حاجات بصوا تخلينا كده حاسين ان احنا ايه، تطر على قلبنا. ما تنسونيش بقى باللايك وبالشير وكومنتاتكم الجميله دي. متنسوش بقى نختم الفيديو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.